اللي هحكيه النهاردة مش حكاية خرافية ولا قصة فيلم رعب، دي جريمة حقيقية حصلت في مدينة صغيرة على البحر في التسعينات، بس محدش لحد دلوقتي قادر يفسر اللي حصل فيها. الناس هناك لسه بيحكوا عنها لحد النهاردة، وكل اللي بيقرب من المكان ده بيطلع منه مش زي ما دخل. البيت اللي ابتدت منه الحكاية كان في شارع البحر، بيت قديم دورين، كانت ساكنة فيه ست اسمها نجلاء، ست في أول التلاتينات، جميلة وهادية، بس الناس كانت بتقول عليها إنها غامضة، محدش يعرف عنها كتير، لا أهل ولا أصحاب، غير إنها كانت شغالة في مكتبة صغيرة في وسط البلد، وبترجع كل يوم بعد المغرب وتقعد في البلكونة تشرب شاي وتبص على البحر. في يوم من الأيام اختفت نجلاء، مفيش صوت، مفيش ريحة، مفيش أثر. الجيران افتكروا إنها سافرت، بس بعد 3 أيام بدأت تطلع ريحة غريبة، ريحة جثة. الشرطة لما دخلت الشقة لقوا جريمة من أبشع ما يكون. الست نجلاء كانت مقتولة، بس الغريب إن الجريمة مش عادية خالص. البيت كله كان مقفول من جوه، يعني مفيش حد دخل ولا خرج، وجسمها كان متكوم جنب السرير، ووشها متغطي بمنديل أحمر، والشموع مولعة حواليها، وكلمة مكتوبة على الحيطة بالدم هي شافت. كل حاجة في الأوضة كانت سليمة، لا في سرقة ولا في كسر ولا في مقاومة، بس على الترابيزة كان في كاميرا صغيرة. الكاميرات دي اللي كانت بتستخدم زمان قبل الموبايلات. لما الشرطة فتحتها لقوا جواها شريط فيه 3 صور. الصورة الأولى كانت لنجلاء وهي قاعدة قدام المراية مبتسمة، والصورة التانية كانت لنجلاء برضو، بس في وشها ملامح خوف كأن في حد وراها. الصورة التالتة كانت سودة تماما، بس في نص الصورة في نقطة نور شبه العين. التحقيقات كلها وقفت عند النقطة دي. الطبيب الشرعي قال إن الجريمة دي حصلت قبل 3 أيام وفي وقت متأخر جدا من الليل، بس مفيش أي أثر لحد تاني في الشقة، مفيش بصمات، مفيش مفاتيح، مفيش أي حاجة تدل على القاتل. الغريب بقى إن الجيران بدأوا يسمعوا أصوات في الشقة بعد ما اتقفلت. كل يوم في نفس الميعاد اللي حصلت فيه الجريمة كانوا يسمعوا صوت خطوات رايحة جاية جوه الشقة، وصوت ست بتضحك ضحكة عالية جدا. في واحدة من الجيران قالت إنها شافت نور الشمعة بينور من بلكونة الساعة 2 بالليل، ولما بصت كويس شافت وش نجلاء واقف وبيبص لها، ولما جريت تنادي حد النور اختفى. بعد شهر بالظبط صاحب العمارة قرر يأجر الشقة وقال كفاية خرافات، دي مجرد جريمة وخلاص. أول ساكن دخلها كان شاب اسمه سامي، مهندس ولسه متجوز جديد، وكان بيضحك على كلام الناس وبيقول أنا مؤمن بالعلم، مفيش حاجة اسمها أرواح ولا شياطين. أول ليلة كانت عادية. تاني ليلة مراته صحت الساعة 3 الفجر على صوت حركة في المطبخ، وندهت عليه بس مفيش رد. قامت تتمشى ببطء جوه الشقة لحد ما شافت حد واقف في المطبخ، وشه مش باين وشعره طويل وواقف بيحرك الشمعة على الترابيزة. افتكرت انه سامي، بس لما ندهت على سامي مفيش رد، ولما قربت وشغلت النور لقت المكان فاضي تماما، بس الشمعة ولعة لوحدها رغم ان ما عندهمش ولا شمعة في الشقة. من اليوم ده بدأت الحاجات الغريبة تحصل. تليفون البيت يرن، ترد تلاقي صوتها هي اللي بتتكلم، تفتح باب الأوضة تلاقي الكرسي بيتحرك لوحده، وصوت بيهمس كل يوم قبل الفجر وبيقول لها ما تشوفيش ما تشوفيش. بعد أسبوع واحد بس سامي ومراته خرجوا من الشقة في نص الليل وهم بيصرخوا. قالوا إنهم صحوا على صوت الست نجلاء وهي واقفة عند السرير ووشها متغطي بالمنديل الأحمر، ومن ساعتها محدش قدر يعيش في الشقة أكتر من كام يوم. الشرطة جربت تقفلها، بعدين اتقفلت بالشمع الأحمر رسم، بس كل سنة في نفس اليوم اللي حصلت فيه الجريمة بيحصل نفس الشيء. الناس بتسمع ضحك ونور الشمعة بيظهر من الشباك. وفي سنة 2009 واحد من العساكر اللي كان بيحرس المنطقة قال إنه وهو ماشي بالليل لقى باب الشقة مفتوح، ولما دخل يتأكد لقى على الحيطة نفس الجملة المكتوبة تاني وبخط جديد، هي شافتني. بعدها الشرطة قررت تقفل الشقة تماما وتسيبها مهجورة، ومن يومها محدش عايش في العمارة دي، بس الناس اللي بتمشي في الشارع بيقولوا إنهم لسه بيشموا ريحة شمعة محروقة، وساعات بيسمعوا صوت كاميرا بتشتغل كأن في حد لسه بيصور. بيقال إن الجريمة دي اتسجلت ضد مجهول، لكن كل الناس في المدينة متفقين على حاجة واحدة، اللي قتل نجلاء مش إنسان، وإنها لحد النهاردة كل ليلة بتولع شمعتها وتستنى اللي جاي وراها عشان يشوف اللي هي شافته. لو عجبتك الحكاية اشترك في القناة واستنى كل أسبوع جريمة جديدة ملهاش تفسير.